في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن الشغلانات اللي هيتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي واللي تم استبدال بعضها بالفعل. الفيديو ده بقى انا هكلمك عن الحاجات اللي مستحيل مهما كان الذكاء الاصطناعي متطور مستحيل ان هو يحل محلك فيه. في قاعدة ذهبية كده في بداية الفيديو انت تقدر تعتبرها ملخص للفيديو كله. اي حاجة فيها تواصل انساني او مشاعر او فن او ابداع وابتكار مستحيل الذكاء الاصطناعي يستبدلك، مستحيل. ليه؟ الذكاء الاصطناعي هو اذكى منك حسابيا، يعني هو يقدر يعمل عمليات حسابيه اسرع منك، هو يقدر ان هو يحلل بيانات ويعمل القصص دي كلها احسن منك، ولكن النقط اللي اتكلمنا عليها، المشاعر، التواصل الانساني، الفن والابداع، هو مش هيقدر يعملها. الابتكار والفن حتى لو انت بيتهيأ لك انه يقدر يعملها فهو ما يقدرش يعملها، لان الذكاء الاصطناعي هو بيجيب من الماضي، هو اتعلم حاجه وبيبتدي يولد على اساسها الشات اللي انت بتشوفه او الصورة او الفيديو او ايا كان. يعني هو بياخد مدخلات يعدل فيها ويحولها لمخرجات، لكن ان هو يخلق حاجة من العدم دي مش موجودة عند الذكاء الاصطناعي. فعشان كده دي قاعدة كده حطها في دماغك، اي شغلانة او مهارة تتوافر فيها اي نقطة من النقط اللي قلتها لك دلوقتي دي تمام، تقدر ان انت تدوس فيها وانت مطمن. تعالى بقى ايه نشوف كده يعني النور اللي في اخر النفق، ونشوف ايه الحتت اللي مستحيل الذكاء الاصطناعي يستبدلنا فيها، يمكن حاجة يعني نعرف نتعلمها ونعرف ان احنا يعني نشتغل فيها. هنشوف الموضوع ده بعد ما نكدت عليكم في الفيديو اللي فات. ان شاء الله الفيديو ده يكون يعني ملهم ليكم كده، اللي هو فيديو يقول لك ايه الحتت اللي انت لما تيجي تتعلم مهارة جديدة تركز عليها. متنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نشوف الموضوع بتاعنا. لما بتيجي سيرة الذكاء الاصطناعي في نوعين من الناس بيظهروا. النوع الأولاني وهو النوع اللي بيعتمد عليه اعتماد كلي، وده النوع اللي هو احنا عايزينه ما يفضلش زي ما هو، ده النوع اللي احنا عايزينه يبتدي ان هو يصلح حاله، لان ده يعني مش هيلاقي ياكل. طبعا الارزاق بايد ربنا، ولكن الوضع مش يعني هيبقى في قصور منه. تمام. الشخص التاني وهو اللي بيشوف النقطة دي فرصة، هو بيشوف ان والله انا ممكن استخدم الذكاء الاصطناعي ده ان هو يسهل عليا حاجات ويساعدني في شغلي. فتعالى نتكلم بقى عن الحاجات اللي مستحيل الذكاء الاصطناعي يستبدلها. رقم واحد، المهام البدنية. زي ما قلت لك كده في اخر الفيديو اللي فات، المهام البدنية اللي هو الشغلانات البدائية. انت متخيل الشغلانات البدائية دي اللي ما ينفعش الذكاء الاصطناعي يستبدلها؟ عندك بقى النجارة، عندك السباكة، عندك النقاشة، الكهرباء، الحاجات دي كلها مستحيل الذكاء الاصطناعي يستبدلها. هيستبدلها ازاي؟ هتقول لي ممكن روبوتات ومش عارف ايه، هقول لك لا، الانسان اسهل ان هو يعمل القصص دي. وبعدين الانسان هو هيقدر انه يبتكر ويشغل دماغه في المواقف اللي زي دي. فكل المهام البدنية هي تمام، انت كده كده الذكاء الاصطناعي مش هيقدر يستبدلك. ومش عيب على فكرة ان انت تبتدي تتعلم نجارة او تتعلم سباكة او نقاشة او اي حاجة من الحاجات دي. بالعكس، الناس اللي عايشة في امان فعلا هي الناس اللي معاها حرفة، الناس اللي هي عندها حرفة او مهارة بتعرف تكسب منها. فما يمنعش ان انت تبتدي تتعلم نجارة او تتعلم اي حاجة من الحاجات دي. وانا بقول النجارة لان انا بحب النجارة، يعني بحب الشغل بتاع الخشب والحاجات اللي زي دي. فماشي، ايه المشكلة؟ تقدر ان انت تتعلم اي حاجة يدوية، ساعتها مستحيل الذكاء الاصطناعي يستبدلك. الوظيفة التانية وهي أي حاجة فيها تواصل بشري مباشر، بمعنى إن مثلا أنت أخصائي اجتماعي بقى، أنت شغال علاقات عامة، الحاجات اللي هي لازم فيها تواصل إنساني وتفاوض وحاجات زي كده، دي مستحيل الذكاء الاصطناعي يستبدلك، لأن الموضوع هنا بيعتمد على ذكائك. هو الذكاء الاصطناعي فعليا مش ذكاء، هو حاجة واتعلمت. يعني هو طفل وانت حفظته، وهو زي بالظبط كده انت وضعك لما بتروح الامتحان، انت حافظ كلمتين بتروح تحطهم في الامتحان وانت هنا. هو ده الذكاء الاصطناعي، هو اتمرن على حاجات كتير واتحط في مواقف كتير كتدريب ليه، بحيث ان هو لما يشوفها يقدر انه يتعامل معاها. لكن اي حاجه جديده عليه، اي حاجه فيها ابتكار، هو مش هيقدر يعمل ده. فاي حاجه فيها تواصل بشري دي الذكاء الاصطناعي مستحيل انه يستبدلها. وده ياخدنا للوظيفة الثالثة وهي الطبيب النفسي. الأطباء بقى النفسيين والكوتشنج والحاجات اللي هي زي دي مستحيل برضو الذكاء الاصطناعي يستبدلها، لأن هي
يعني مش هقعد مع روبوت يعالجني نفسيا، ده فعليا مش هيحصل. ولو ان ممكن، يعني والله يعني دلوقتي وانا بتكلم قلت والله ممكن، بس بعيدة، مش دلوقتي خالص، لان اي حاجة فيها مشاعر ما ينفعش الذكاء الاصطناعي يبقى موجود. الآلة ما عندهاش مشاعر. وده ياخدنا للوظيفة اللي بعد كده، وهي وظيفة التدريب والتعليم. يعني المدرس ما ينفعش الذكاء الصناعي يستبدله، المدرب ما ينفعش الذكاء الصناعي يستبدله. فاهم؟ يعني المدرب ده مثلا هو بيجمع ما بين المجهود البدني وفي نفس الوقت التواصل الانساني، فمستحيل الذكاء الاصطناعي يستبدله. المدرس نفس الحكايه، برضو صعب جدا الذكاء الاصطناعي يستبدله. والمدرس مش هقدر اقول مستحيل، ولكن هو صعب، اشبه بالمستحيل، لان برضو فيها تواصل انساني بنسبه كبيره جدا، وخصوصا لو مدرس لسن صغير. يعني دي برضو من المجالات اللي مستحيل بقى ان الذكاء الاصطناعي يجي مكانك. لو انت بتدرس لاطفال، فهو الطفل مش هيقعد مع روبوت، وحتى لو اتناقش معاه فهو هو محتاج، الطفل بيبقى محتاج، او المتعلم عموما بيبقى محتاج المشاعر بتاعه المعلم بتاعه، او المشاعر بتاعه المدرس بتاعه. فالتواصل الانساني بالمشاعر، بالتدريب، بالتعليم، دي حاجات مستحيل الذكاء الاصطناعي ان هو يدخل فيها. النقطة اللي بعد كده وهي أي حاجة فنية، الرسم، الموسيقى، الفنون الإبداعية، أيا كان أي حاجة فيها إبداع وابتكار، مستحيل الذكاء الاصطناعي يستبدلها. هتقول لي يا عم ما الذكاء الاصطناعي بيعمل صور وبيعمل فيديوهات وبيعمل موسيقى وبيعمل. هقول لك هو بيعمل بناء على الحاجات القديمة اللي هو سمعها وتعلمها. يعني هو بيعمل حاجات شبه اللي هو يعرفها، لكن ان هو يخلق حاجة مش موجودة، حاجة ما اتعملتش قبل كده، يبتكر بمعنى أصح، ده اوبشن مش موجود. يعني اي صورة الذكاء الاصطناعي عملها لك، اعرف ان هو شاف شبهها او شاف عناصر مختلفة شبهها وجمعها مع بعض فطلع لك الصورة اللي انت شفتها. لكن ما ينفعش انت تقول له حاجة هي مش يعني رسمة مثلا زي الرسومات بتاع بيكاسو، هي رسمة فنية كده ملهاش اي، يعني فيها ابتكار لكن ملهاش حاجة ملموسة، ملهاش معنى واضح. لازم المعنى ده انت تقعد بقى ايه تحسه بحسك الفني كده. يعني انت اكيد فهمت قصدي. اي حاجة فيها ابتكار، حاجة فيها فكرة جديدة، مستحيل ان الذكاء الاصطناعي يحل محلك فيه. وعلى فكرة الكلام ده ينطبق على الجرافيك، وينطبق على المونتاج، وينطبق على التصوير، وينطبق على الكلام ده كله، لان الحاجات اللي زي دي هي فيها ابداع وفيها فن وفيها ابتكار. الحاجات اللي زي دي الذكاء الاصطناعي هيساعدك ولكن مش هيجي مكانك. النقطة اللي بعد كده وهي القيادة وريادة الأعمال. الفكرة إن يبقى وظيفة المدير دي بمعنى أصح أو القائد، دي مستحيل الذكاء الاصطناعي يستبدلها، ده هو اللي هيشغله أصلا. فدي نقطة برضو مستحيلة. ريادة الأعمال وهو إن أنت تعمل بيزنس، طبعا هنا الذكاء الاصطناعي مش هو اللي هيعمل لك البيزنس، فدي برضو من الحاجات اللي مستحيل الذكاء الاصطناعي يجي مكانك. ولكن على اساس بقى ايه البيزنس اللي انت هتبنيه ده، بمعنى ان انت ما تعملش بيزنس في حاجه هو كده الذكاء الاصطناعي مستبدلك فيها، فاللي هو اي حد هيعملها مكانك. هي دي النقطه اللي ممكن يستبدلك فيها الذكاء الاصطناعي. لكن لو انت عامل بيزنس فيه خصائص من الخصائص اللي اتكلمنا عليها من شويه، هو كده هيستبدلك ازاي؟ يعني هو انت اللي عملت الشغل ده وانت اللي ممشيه، ففي الحالة دي مستحيل ان الذكاء الاصطناعي يستبدلك. حاجة كمان بقى واللي يعني ناس كتير فاهمها غلط، وهي صناعة المحتوى. صناعة المحتوى مستحيل الذكاء الاصطناعي يستبدلك. هتقولي بس في محتوى بالاي اي ومش عارف ايه، اقول لك في خبر حلو اليوتيوب اصلا نزله ان كل المحتوى اللي بالاي اي ده يعني هيتم تقييده. يعني الموضوع مش هيبقى متساب كده زي ما كان متساب، ومش هتحقق عليه ارباح. فيعني دي خطوه حلوه من يوتيوب. صناعه المحتوى الذكاء الاصطناعي مستحيل يستبدلها، لان انت بتبقى لما بتتفرج على فيديو انت بتبقى عايز تشوف شخص، عايز تشوف حاجه حقيقيه، لاننا بقينا عايشين في عالم كله فيك وكله خداع، كله حاجات هي مش موجوده اصلا. ففكره ان الذكاء الاصطناعي يسيطر على صناعه المحتوى دي مستحيله. هيظل برضو المحتوى الاصلي، المحتوى اللي بيقدمه شخص زي اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي. انا حقيقي انا مش ذكاء اصطناعي. المحتوى اللي انت بتتفرج عليه ده هيظل ليه قيمه عن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي. فحاجه زي كده دي انا انصحك بقى ان انت تبدا فيها
وتعملها ايا كان انت بتشتغل ايه وايا كان مجالك ايه. دي كده كده لازم تبداها، حتى لو انت مش هتقدم محتوى، ولكن فكره انك تتعلم تصوير وتتعلم مونتاج ده هيخليك تسوق لخدماتك وتسوق لمنتجاتك من غير ما تحتاج لحد. تبقى دماغك فاهمه هي بتعمل ايه وعارف ازاي تعمل دعايه واعلانات لنفسك. طب في الاخر كده يعني المفروض اعمل ايه؟ لو انت شغلك في حاجه من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها فانت يا باشا في امان، ولكن ده ما يمنعش ان انت تزود الامان، تتعلم حاجات تانية برضه. ولو انت شغلك من الشغلانات بتاعت الفيديو اللي فات فما ينفعش، لازم تبتدي تتعلم اي حاجه فيها خاصيه من الخصائص اللي احنا اتكلمنا فيها دي. ويا سلام لو تجمع بين خاصيتين 3 في شغلانه واحده، هيبقى الوضع بالنسبه لك امن اكتر. وعايز اقول لك كده حاجه يعني خليها في دماغك، ما تخافش من التغيير، ما تخافش ان انت يعني الخوف مش هيوديك في حته، فما تخافش ان انت تاخد الخطوه، وما تخافش ان انت تخرج من منطقه الراحه، لان هي دي هتبقى العقبه بتاعتك، ان انت كسلان، ان انت مش عايز تخرج بره المنطقه اللي انت مرتاح منها. ولكن جس وات، انت لو ما خرجتش منها بمزاجك انت هتخرج منها وانت مش لاقي تاكل. يعني انا اسف ان انا بتكلم بالطريقه اللي هي تقدر تقول كده ايه تشاؤميه شويه، ولكن انا عامل الفيديو ده حب ليكم. انا عامل الفيديو ده اللي هو والله لو في حد ممكن يسمع الفيديو ده والفيديو فعلا يساعده وابقى ساعدته ان هو يأمن مصدر رزقه، فيعني انا هكون مبسوط جدا. الارزاق بايد ربنا طبعا، ولكن انا بقول لك على الحاجات اللي انت الاسباب اللي انت تاخد بيها، حاجات اللي انت في ايدك تعملها وتقدر ان انت تعملها. فما تخافش من التغيير، ما تخافش ان انت تخرج بره منطقه راحتك، وحاول دايما ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي لصالحك. واكيد انا ما قلتش ان من ضمن الوظائف دي هم الناس اللي شغالين في الذكاء الاصطناعي نفسه، دي حاجه بديهيه جدا، فعشان كده ما حطيتهاش، لان انا بكلم الناس العاديه، الناس اللي هم مش لسه هيتعلموا برمجه بقى ومش عارف ايه. انا بتكلم عن الناس اللي هي فاتحه بيوت، الناس العاديه خالص اللي هو بيدور على حاجه يعملها يامن بيها مصدر رزق. اتمنى يكون الفيديو فادك، وشكرا ليك ان انت وصلت للنقطه دي. لو وصلت للنقطه دي ما تنساش ان انت تسيب لي كومنت، تشترك في القناه وفعل زر الجرس. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.